يعني اذا تسمح لي يعني لا تفضل. نصيري مسجل هدفين الان، اشبيلي متفوق على التشي 3-0، ولكن شوف الهدف الاول عزيز، معك الهدف الاول امنحك حق التعليق، حق المديح، حق المجامله، حق كل شيء على جماليه هذا الهدف. كل شيء. تفضل. احنا نفتخر نصيري. شوف الهدف، لا احد يشك في قدراته. شوف اظن ضربه راسيه نفس الشيء على البرتغال. ايوه شكرا. نفس الشيء على البرتغال. شكرا. الارتقاء هنا وصل 271 ما شاء الله. امام البرتغال كان 278. نعم نعم. يعني هدف، والهدف كان سجله ايضا على اسبانيا في كاس العالم 2018، كان تقريبا بنفس الطريقه وبنفس الاداء ونفس الارتقاء. على فكره نصير يسجل هدفين في هذا. شوف اول بال. نعم هذا هو برافو على هذا الهدف اللي سجله. هيثم فاروق، انت كمدافع كيف توقف هذا الارتقاء؟ اوقف في سكته. لازم توقف في سكته، لان هو ما تدوش فرصه ان هو يطلع الكوره. انت لو وقفت في سكته ما تخلوش ياخد خطوتين ويطلع تيك اوف خلاص، انما انت بتحاول. شوف حتى رونالدو يعني ما تخليش في منافسه بينك وبينه، لان هو اللي هيكسبها. بياخد متر مترين والمدافع يشوف تقف قدامه ما تخلوش يطلع هو في الكوره. وفي بعض الحكام هذه الاحصائيه الرسميه 2 متر و71. مثل هذه الالتقاءات صعبه، ولكن نصيري من كثر ما يكررها يحسسنا بان امر اعتيادي. وانا زعلت كثير عندما اختير العشر اهداف في المونديال ولم يختار هدف النصيري. على الاقل كان ممكن يكون من بين افضل الاهداف اللي سجلت في المونديال ان لم يكن الافضل. الهدف رائع جدا. الهدف الثاني كان من اكوني، وهذه المره ايضا مره اخرى نعم. نصيري يسجل تحرك بدون كره يدرس. نصيري صحيح انه يبذل مجهودات كثيره وعندما الفريق يدافع في نص ملعبه، لكن عندما الفريق يهاجم ويسيطر في الثلث الاخير فهو قادر على تسجيل اهداف، وقادر ايضا بالرجل اليسرى انه من فرص قليله انه يسجل لك هدف بالراس، بالرجل اليسرى، باليمين. في هذا اللاعب 25 عام لا زال المستقبل امامه. لذلك فالكل كان يقول هل ممكن نصيري ينتقل الى نادي اخر؟ هو يلعب في اشبيليا، اذا كان ينتقل الى فريق اكبر، صحيح ولا لا؟ لان اشبيليا يعني فريق كبير. صحيح. واذا انتقل النصيري انا افضل انه يذهب الى فريق اكبر من اشبيليا. اذا كان في نفس المقام لاشبيليا فالاحسن انه يفضل في فريقه مع ياسين بونو، وممكن التحق به احد من لاعبين المغاربه.